الله وبركاته. ازيكم يا زملكاويه؟ عاملين ايه؟ منورين الدنيا كلها. فيديو النهارده هنتكلم عن ايقاف القيد المحتمل بتاع نادي الزمالك اللي احنا اتعودنا عليه، وشويه المشاكل الحلوه اللي عندنا. ولكن قبل ما نخش في اي حاجه ونتكلم في اي حاجه، ما تنساش بقى تعمل بقى اللايك بتاعك. مش هتخسر اي حاجه لو عملت اللايك بتاعك واشتركت عندي في القناه، عمال بس سبسكرايب. والله لا هتخسر حاجه ولا هيدفعك حاجه ولا هيغرمك حاجه، غير انك انت بس هتدعم القناه وتعليها. يمكن صدقوني القناه دي بعدين تفيد نادي الزمالك، او يعني حد بس انت فاهم ايه، ياخد كلامنا يعمل بيه، حتى يعمل بيه. واهم حاجه اي حد بيحبني وبيشاركني او بيتفرج عليا، يا ريت تشاركني في الكومنتات برايك. انا حابب برضو اعرف رايك، اذا كنت انت متفق معايا في كلامي ولا مختلف. مفيش اي مشكله، وطبعا الاختلاف لا يفسد في الود قضيه. فتعالوا قبل ما نخش على الاخبار حوار ايقاف القيد ده ونشوف ايه الدنيا بتاعته، هكلمكم شويه كده في الكوره، دردشه عامه في الكوره عن عامه طبعا مشاكل الزمالك. دلوقتي لعيبه نادي الزمالك زعلانه جدا عشان مستحقاتها وكذا وكذا، وعايزين فلوس واتأخروا. حقكم، ولكن حقك امتى؟ لما تكون يا حبيبي بتكسب بطولات، مش ماتشين تلاتة، تكسب بطولات وبتأدي وبتعمل اللي عليك في الملعب، وفي الاخر ايه يعني؟ ما تاخدش مستحقاتك. ساعتها هتلاقي جمهور نادي الزمالك ده واقف في ظهرك، في المدرجات، في السوشيال ميديا، في كل حته. ادي حقوق اللعيبه. اللعيبه بتموت نفسها في الملعب، اللعيبه بتلعب ال. لكن انت تلعب ماتش ولا اتنين ولا تلاتة وتكسب، عايز فلوس يا حبيبي، حقك وكل حاجه. لكن حق النادي والجمهور عليك البطولات. وانت يا حبيب قلبي لو بتكسب دوري وبتكسب كاس وبتكسب سوبر وبتطلع افريقيا، تروح كاس العالم للانديه، وتروح معرفش السوبر السعودي، وتروح فين وفين وفين من البطولات اللي انت بتكسبها. من البطولات اللي انت بتكسبها هتشارك في بطولات تانية، هتاخد فلوس. ساعتها هتلاقي مستحقاتك جايه بانتظام، ده طبيعي. ساعتها اطلع كده وببجاحه اكتب على الانستجرام انا عايز فلوسي. فين فلوسي؟ ساعتها حقك والجمهور معاك. انت يا باشا بتلعب، بتموت نفسك في الملعب، بتاخد بطولات وبتكسب وبتعمل، حقك تاخد فلوسك يا باشا. يتاخر فلوسك يوم واحد، حقك يا باشا تطلع تقول انا عايز فلوسي، ادوني يا جدعان فلوسي. لكن انت عامل ايه؟ واحد زي حسام عبد المجيد، بجد والله يعني كرويا مفيش بجد. انا بكلمك حسام عبد المجيد يا جماعه، مفيش غير الكور العاليه بيطلع ينطح بس. ده حسام عبد المجيد. على الارض يا جماعه صفر. انسى فرقه دلوقتي في الكوره الحديثه بتلعب كوره، انسى تلعب كوره حديثه، فرقه كبيره يبقى عندها لعيب زي حسام عبد المجيد. ليه؟ رجله يا جماعه ما بيعرفش يباصي. مفيش دلوقتي فرقه تلاعب مدافع ما بيعرفش يباصي. انتوا تعرفوا يا جماعه حتى برشلونه عندها لعيبه ممكن كواليتي الدفاع بتاعها مش افضل حاجه، ولكن اهم حاجه عندها ايه؟ الباص. يكون المدافع بصير، بيعرف يبني الهجمه من ورا. دي يا جماعه الكره الحديثه. ان شاء الله حتى لو مدافع قصير، محمد اسماعيل بيعرف يبني الهجمه وبيعرف يباصي كويس. عايز انت لعيب كواليتي الباص بتاعه من ورا كويسه جدا عشان تقدر تلعب كوره جماعيه وكوره كويسه. بالنسبه لمحمد صبحي جون هايل، لكن الماتشات الكبيره معروف يا جماعه بيبقى مهزوز وملقلق بيرتعش. دي مشكلته. الماتشات الكبيره والجماهيريه واللي ما تلاقيش صبحي غير في الماتشات الصغيره العاديه ما فيهاش جمهور، تلاقيه متالق وبيصد وبيعمل. لكن الجماهيريه بتلاقيه ايه؟ تعبان مهبط. ده رأيي. نيجي بقى عند ناصر ماهر الأسطورة الجميل الحنكوش. مشكلة ناصر ماهر يا جماعة يعني ما بيلعبش الكرة السهلة، الكرة الطبيعية بتاعت يعني أي لعيب يرقص الترقيصة والتانية ويلعب سرو ويودي هنا ويودي هنا، لا، عايز يفضل طول الوقت يحنكش. أي كرة يفضل يحنكش فيها، لازم، ده قانون.
مش عارف امتى يحنكش وامتى ما يحنكش، امتى يلعب الكوره بسرعه وامتى ما يلعبهاش، امتى يلعبها يمين ولا امتى يلعبها شمال. دي يا جماعه عقليه لعيب، عقليه لعيب. دي صعب تغيرها، دي صعب تتكلم فيها مدرب وتقول له يا عم المدرب يا باشا اشتغل مع لعيب عنده 27 ولا 28 سنه. وناصر ماهر يا جماعه عنده كام سنه؟ حد يكتب لي في الكومنتات. ده يا جماعه مثلا لو لعيب عنده 17 18 سنه زي يمين يامال مثلا، اقول لك ماشي، لعيب عنده 18 سنه ولا حاجه تشتغل معاه، ده مستقبل هتفضل تطور فيه. لكن ده لعيب منتخب يا باشا ولعيب كبير، هطور فيه ايه؟ وفي مثل بيقول لك انت اكيد عارفه، من شاب على شيء شاب عليه. يعني اللي كبر على حاجه خلاص اترسخت في دماغه، بقت في دماغه، شاب عليه يعني كبر عليه خلاص بقى، مش هتغيرها، مش هتغيرها، مش هتطوره، مش هتطوره. هيتطور بقى ممكن بقى عنده 35 سنه ولا حاجه لسه لما يجي يفتكر يتطور بقى. يمكن يسمعني يا اخي ويطور من نفسه، اتمنى يغير العقليه بتاعته شويه. منتاليتي يا حبيبي يا ناصر، والله انا بحبك وانت لعيب حلو، لكن لعيب بيفضل يرقص ويحنكش من غير فايده ملهاش لازمه، ملهاش لازمه، مفيش فايده، ما فيهاش فايده. العب الكوره، لو لعبت الكوره السهله هتبقى احسن لعيب في مصر. شوف الكوره السهله، الكوره البسيطه العاديه، اكيد الحنكشه دي حلوه لكن مش على طول، ليها وقتها. انا بيعرفوا بس يا حسام عبد المجيد، انا في كوره يا جماعه دايما بشوفها، نادي الزمالك بيبقى متعادل او خسران، ويجي مثلا واحد زي حسام فاكر نفسه بشير التبعي مثلا وبيشوط من بعيد من نص الملعب. يا حبيبي انت خسران، انت خسران. وناصر ماهر برضه نفس الكلام، خلي بالك عملها في كذا ماتش وماتشات كتير، تلاقي نفسك متعادل ولا خسران، ويجي يا باشا تبقى انت مهاجم وبزياده، ويجي لك يروح جاي كده ومالي باور وانا عارف انها تطلع في السماء وعملها 100 مره، ويا عم لو جت في الجون ما ايه هتتصد يا جت في العارضه، ده في احتمال مثلا 5% ولا 2% انها تخش جون. طب وانا يعني انا كلعيب بفهم عاقل، فرقتي خسرانه او متعادله، اشوط من بعيد ولا العب الكوره المضمونه اللي توديني على الجون؟ يعني عندي واحد فتح لي يمين واحد فتح لي شمال وهنا وهنا، ابصيله يا باشا، ابصيله ولا اليمين السوا اديله الجون، مش هقدر اشوط من بعيد، اشوف من بعيد اضيع الكوره وانا متعادل ولا خسران. ما ده الفكر. ويجي حسام عبد المجيد اللي هو رجله يعني ما بيشوطش اصلا من بعيد. حبيبي يا عم انت متعادل ولا خسران، ما هيش مثلا حفله اهداف فعايز تشارك فيها. دمي اتحرق وقلبي وجعني. تعبت والله يا جدعان، يعني تعبت من تفكير ومنتاليتي بتاعت اللعيبه صعبه، تفكير ومنتاليتي اللعيبه صعبه، دي تفشل اي مدرب في الدنيا. لو جوارديولا نفسه يفشل. طبعا عندك العقليه دي، ابو تريكه، اجي لك على ابو تريكه، راجل بيلعب في الاهلي وبصراحه من اساطير الاهلي والكوره. انا بحب دماغ ابو تريكه. ابو تريكه لا مهاري ولا سريع ولا اي حاجه ولا اي حاجه، لكن عنده المخ ده فعلا عارف امتى يسرع رتم اللعب، عارف امتى ينقل الكوره يمين ينقل الكوره شمال يلعبها فين. ده بقى المخ. لكن ما عندوش مثلا مهاره شيكابالا ولا رجل شيكابالا ولا سرعه شيكابالا ولا حتى مهاره ناصر ماهر وخفته، مفيش. لكن اللي يميزه هنا، عارف امتى يرقص، امتى يعدي، امتى يفتح اللعب للباك ليفت واللي داخل له قاطع له، امتى يفتحها للباك اليمين ولا الوينج اليمين ولا الشمال، امتى يلعبها للمهاجم، امتى يعمل 1 2 يرمي ثرو. عارف ذكاء يا جماعه، ذكاء لعيب. ده اللي يفرق لعيب عن التاني. الذكاء، الدماغ يا جماعه، الدماغ دي نعمه، التفكير ده نعمه. يا جماعه لعيبه نادي الزمالك الحلوه، اتفرجوا يا جماعه كده على ماتشات برشلونه، شوفوها بتلعب ازاي من غير مدرب، والله من غير مدرب. انزلوا تقسيمه مع بعض واتمرنوا كده، شوفوا اللعيبه دي بتلعب ازاي. وبلاش يا عم انزلوا الماتش كده حاولوا تقلدوهم، شوفوا بيهاجموا ازاي، شوفوا بيلعبوا ازاي. اكيد انتوا لعيبه الكوره برضو فاهمين، ده احنا بنحلل كوره وما لعبناش يعني كوره زيكم واتمرنا زيكم، وجالنا مدرب اجنبي واثنين وثلاثه واربعه ومصري و10 و20 و30 ومر عليك 500 مدرب، وانت مش ما تقلش انك انت حتى مش عارف تلعب من غير مدرب. انت يا باشا المفروض تنزل تلعب تكسب على طول. ده انت عدى عليك، سمعت كام كلام مدرب قبل كده مر عليك قبل كده، ما خدتش خبره خالص، ما اتعلمتش حاجه. معلش تبقى انت مش عايز اقولها، تبقوا انتوا في الكومنتات، يبقى انت ما فيش حرق الدم اقسم بالله مش عارف اقول لكم ايه.
زائد النادي ما فيهوش فلوس، زائد مش عارف امتى. يعني انا بجد مش عارف الدوامه دي هنفضل ماشيين فيها كده امتى. دوامه ماشي فيها كده، ماشي نحلق فيها ماشي، مش عايزه تخلص، مش عايزه تخلص. وراح تعب. انا كشناوي تعبت، انا والله تعبت. مش عارف يا جماعه. انا بالنسبه لي الحل والله العظيم تكيس جونياس. تكيس جونياس هو الحل. ما تقوليش بقى حد تاني ولا تالت، هو تكيس يا جدعان، هو تكيس والله. ليه واحد يقول لي، كان في واحد كاتب لي في الكومنتات راجل محترم يعني زملكاوي، بيقول لي ولا تكيس ولا بتاع. صدقني يا جماعه التكيس ده اللي هيخلي لك تبني الكره من ورا، تلعب تهاجم صح. مشكله تكيس جونياس في بيراميدز، لما راح بيراميدز محدش صبر عليه كفايه. لما كان بيدرب وادي دجله، كان مشكلته الوحيده في الفينش. اللعيبه اللي قدام الكواليتي بتاعته ما كانتش احسن حاجه، كان بيوصل باهداف كتيره جدا وفرص كتير واللعيبه بتضيع. لكن كان بيلعب بيلد اب صح، بناء كوره من ورا لقدام، في تكتيك، في خطه بتتعمل. فانت جيب المدرب اللي عنده فكر، عنده خطه بتتعمل، واصبر عليه، وصدقني مع الوقت الخطه دي هتترسخ في دماغ اللعيبه ويبتدوا ينفذوها. ده لو انت بتفكر انك انت تطور، او بتفكر انك انت يعني بتبني فريق او ونصبر وهنصبر. لكن انت ماتش الاهلي بتدافع بطريقه غشيمه جدا. طب انا ممكن افهمك لو انت بتدافع، ما عنديش مشكله، دافع. لكن لما تقطع بقى الكوره يا حبيب قلبي، تطلع بيها هجمه مرتده منظمه متدرب عليها. دي فرقه مش متدربه بجنيه. لو فرقه متدربه كانت تقطع كوره عارفه هتباصي لمين ومين هيباصي لمين ومين هيروح فين. تلعب هجمه مرتده تروح تجيب بيها جون او تضيع فرصه او حتى تتقطع منك في اخر لحظه، اقول لك ماشي بيدافعوا وعارفين يعملوا بيلد اب، هجمه مرتده منظمه صح بيروحوا بيها على الجون وهم بيدافعوا، استراتيجيه تحترم، مفيش مشكله هحترمك. لكنك انت تفضل تشلت دب. ايه يعني الصعب في كده؟ ايه الصعب؟ خلوني يا جماعه ادرب الزمالك، ما خليهم يعملوا كده عادي يعني. ايه الصعب يعني؟ مش فاهم. لا مدربين ياخدوا ملايين عشان في الاخر ده يبقى الاداء ده ازاي يعني؟ لو انا رئيس نادي الزمالك او مسؤول كبير في، او رئيس نادي الزمالك، اعتبروني رئيس نادي الزمالك. لو انا رئيس يا جماعه نادي الزمالك بجد هقف كده اقول لهم بصوا يا جماعه، انتوا عايزين مستحقاتكم صح؟ انا عندي المستحقات واللعيب اللي هجيبه برضه اقول له اعرفه قبل ما يجي. انا بص المستحقات عندي ممكن تقعد سنه ما تاخدهاش، تاخدها في اول السنه الجديده. انت حبيب قلبي موافق؟ يقول لي لا والله مش هينفعني النظام ده. مع السلامه يا باشا. خلي اللعيب اللي يجي لك ويلعب في الفرقه دي زملكاوي، بيحب الزمالك، بيحب ده الشعار ده، بيحب النادي، بيحب الكيان. ساعتها هيموت نفسه في الملعب، ساعتها هيخلص في الملعب، هيلعب يعني بروحه وبقلبه وبعقله. ما عندوش مشكله في الفلوس تتاخر يوم 2 3. لكن معلش ما تجيبليش لعيبه كل اهتماماتها بالفلوس، بغض النظر على المصاريف، على عيني وعلى راسي وحياتكم كل حاجه، ولكن كده كده هتاخدوا الفلوس. لكن امتى؟ اصبر. لكن انا عايز اللعيب اللي شاري. هات واحد من الجمهور، واحد بيحب الزمالك، بيحب فرقته، بيحب النادي، بالنسبه له فرحته لما الزمالك يكسب وياخد بطوله بفلوس الدنيا وكنوز الدنيا كلها. ده الزملكاوي اللي بيحب النادي. انا عايز اللعيب ده اللي يلعب عندي في النادي، مش اللعيب اللي مستني كل اول شهر فلوسه. انتوا بتاخدوا يا جماعه ملايين. ما تقنعنيش ان مش قادر تقعد شهر واثنين وسنه من غير ما تاخد جنيه. ما تقنعنيش. لو انت مش قادر تعيش يبقى التقصير منك انت بتصرف زياده عن اللزوم عشان معاك فلوس كتير، فبتصرف فلوس زياده عن اللزوم. اصرف يا حبيبي على قد احتياجك، بلاش تبعزق فلوسك هنا وفلوسك هنا وفلوسك هنا، وفي الاخر تقول فين الفلوس معيش. في ناس يا جماعه بتعيش ب1000 وب2 وب3 و4 و5. انت يا عم انت عندك يا جماعه، ده لو في واحد بس معاه 1,000,000 جنيه هيعيش بيهم مستور بارباحهم بيعيش مستور ومبسوط واخر قلسطه. فانت لو انا اقول له انت يا باشا عايز فلوس ومتضايق، مع السلامه روح. هجيب اللعيب اللي بجد عايز يلعب في النادي، يقول لي هلعب في النادي حتى لو ببلاش، العب في الزمالك.
انا عايز النوعيه دي وعايز اللعيب ده. انا عاوز اللعيب ده، مش عايز اللعيب اللي هو اللي هات الفلوس. هتاخد فلوسك، مفيش حاجه اسمها هتلعب ببلاش. لكن امتى دي؟ لما ربنا يكرم. لما ربنا يكرم امتى؟ لما تلعب وتعمل اللي عليك وتكسب. لما تلعب وتعمل اللي عليك وتكسب. ما هتكسب هتاخد بطولات، هيخش نادي فلوس، هديك فلوسك، هديك حقك، هجيب رعايات. تلاقي النادي المنافس النادي الاهلي اتسحب منه رعايات كبيره بسبب انك انت بتكسب وادائك كويس وبتاخد بطولات وبتشترك بطولات كبيره. فطبيعي حقوق الرعايه هتزيد، فلوس هتزيد، فانت اللي هتدخل الفلوس، انت اللي هتجيب فلوسك. انت اللي هتجيب فلوسك. افهموا بقى، افهموا بقى، اعقلوا الكلام بقى. يعني ما تحرقوش دم يا جماعه، ما تحرقوش دمي. يا جماعه اكتبوا لي طب في الكومنتات، يعني انا غلطان؟ انا بتكلم في الغلط ولا بتكلم في الصح؟ انت لو قاعد بتسمعني قول لي انت غلط يا شناوي، انت بتتكلم غلط، انت ما بتفهمش حاجه في الكوره، ما بتفهمش اي حاجه. اكتب لي، انا موافق يا جماعه، موافق وهرضى برايك واحترمه. تعالوا يا جماعه نشوف بقى ايه موضوع ايقاف القيد بتاع نادي الزمالك. تعالوا بص بقى يا صديقي، بص بقى عشان ما اطولش عليك الفيديو. جون ادوارد يا جماعه، قبل طبعا ما نخش على ايقاف القيد، بيقول لك جون ادوارد المدير الفني، المدير الرياضي، اتفق مع حسين لبيب رئيس النادي طبعا على المجلس ومجلس الاداره بتاع نادي الزمالك على استمرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني في منصبه خلال الفتره الحاليه، طبعا عشان معهوش طبعا شرط الجزائي، وزائد يعني مش عارف مستنيين طبعا يضيع الزمالك اكتر، مع ان طبعا هيمشوه وانا بقول لكم هيمشوا مدرب، ولكن مستنيين يضيع الدوري بصفه نهائيه ويخلونا مثلا ننافس على المركز الثالث او الرابع او الخامس كمان يعني، ونطلع السنه الجايه ان شاء الله كونفدراليه. وبعد كده نبتدي ان احنا ايه نجيب المدرب يشتغل معانا يعني. لكن فتره توقف المنتخب وتوقف الدوري واللي عشان المدرب بياخد فرصته الشهر ده ولا حاجه يشتغل مع اللعيبه ولا بتاع، لا مفيش الاوبشن ده. لازم نضيع الدوري وبيجي مدرب نزنقه وبعد كده نحاكمه بقى، انت عملت انت بوظت الدنيا امشي، او نجيب كابتن ايمن الرمادي تاني ويقول له طب يلا اشتغل بقى معانا الكاس الجاي ده ولا مش عارف ايه ولا شهر ولا شهرين، ويلا توكل على الله ونجيب مدرب اجنبي وهكذا، ونفضل في الساقيه دي زي ما احنا عادي يعني. طبيعي. بصوا بقى يا جماعه، عندك يا جماعه شيكو بنزا، مشكله بقى شيكو بنزا ده طبعا المستحقات. بيقول لك نادي شيكو بنزا بيقول لك خاطبنا الزمالك من قبل الحصول على المستحقات المتاخره بشان شيكو بنزا، ولم يرد علينا، والزمالك طبعا ما ردش عليهم، وهذا امر مؤسف، ولذلك قدمنا شكوى بالفعل في الفيفا، وفيفا لم يخطرنا بعد بايقاف قيد الزمالك. ده مستر شيكو بنزا. في جوميز بقى نفس الكلام، المحامي خاص بي تقدم بشكوى بالفعل ضد الزمالك بسبب مستحقات متاخره، توصل لاتفاق من قبل اداره مع اداره نادي الزمالك، لكن النادي لم يقم بسداد المستحقات البالغه حوالي 120,000 دولار. مسؤولو الزمالك يا جماعه لم يحترمونني بالرغم من موافقتي على تسويه مستحقاتي. يا عم جوميز، ده انت رحت نادي سعودي وما شاء الله خدت يعني باصص 120,000 جنيه 120,000 دولار. ما هو 120,000 جنيه زي على عملتك يعني، 120,000 جنيه مش هتفرق يعني. فماشي حقك. وخوان بزيرة برضو يا جماعه النادي بتاعه النادي الاوكراني طالب برضه فلوسه وعايز فلوسه، والشكل كده ايقاف القيد هيبقى قريب جدا لو ما اتصرفناش يا جماعه ان احنا ندفع الفلوس. كل يا جماعه مشاكل نادي الزمالك في الفلوس. فانا حزين جدا على اللي بيحصل في الزمالك، ولكن هقول ايه، ان شاء الله ما قدر فعل. انا قلت لكم يا جماعه كل حاجه في قلبي دلوقتي عشان انا طهقت وتعبت بجد. فما تنسوش يا جماعه تعملوا اللايك بجد والله العظيم، مهم جدا عشان نكبر القناه دي في اسرع وقت ممكن، وتعملوا سبسكرايب وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجي لكم كل جديد. يلا اشوفكم يا رجاله على خير.